معنا السيد ناصر كريم المعارض السياسي من أربيل. أهلا. نعم، هو مؤشر اقتصادي طبعا على استجابة المصارف العراقية للمعايير الامتثال الدولية، وبرسالة سياسية أيضا لحكومة واشنطن. اليوم جاي نشوف أنه الامتثال الأهم للمصارف العراقية لأمريكا هو رسالة سياسية. أنا أشوف أكو رضا ودعم أمريكي من واشنطن إلى حكومة الزيدي. اليوم جاي نشوف على مستوى الاقتصاد حتى بتصريح الزيدي الأول، وهو تغيير النظام من نظام اشتراكي الى نظام راسمالي، هو بحد ذاته ايضا رساله سياسيه واقتصاديه. اليوم الشعب العراقي لازم يبدا بحقبه جديده، وهي انهاء العقوبات اللي كانت سابقا على العراق. نعم. دخول بحقبه جديده اقتصاديه بعلاقات سياسيه واقتصاديه بين العراق وبين واشنطن. فانا اعتقد هذه الرساله هي رساله صريحه، رساله رضا من واشنطن الى حكومه الزيدي وامتثال المصارف العراقيه لامريكا. نعم. يعني هي جزء من الخطوات وبناء الثقة بين حكومة الزيدي نعم. وتأكيد الجدية بين الزيدي وحكومة الزيدي وبين واشنطن، والتعهدات اللي قدمتها الحكومة العراقية أو حكومة الزيدي لواشنطن. لكن هل هي يعني واصلة إلى مرحلة الاكتمال؟ بالطبع لا، لأن أكو شروط أكثر من الاعتقالات ومن صولة الفجر. يعني أنا أكو معلومة وخلي يسمعوها العراقيين، انه واهم من يقول ان فقط هذه الاسماء اللي تم اعتقالها وخلاص انه الموضوع انتهى. هنالك ست اسماء وهم من مؤسسين الدولة العراقية ما بعد 2003، وهاي ست اسماء ركائز جدا مهمة في الدولة العراقية، واثنين منهم ايضا باعتبار انهم من مؤسسين الدولة العميقة اللي في العراق. هنالك ست اسماء سيتم اعتقالهم من قبل الزيدي. نعم. هذا الموضوع وصولة الفجر لن تنتهي بمثنى سامرائي، ولن تنتهي بمحمد جميل مياحي، ولن تنتهي بهاي المدراء العامين وبقية الأسماء. أكو أسماء جدا كبيرة، أكو رؤساء كتل، أكو وزراء راح يتم اعتقالهم. هل هو بضغوط خارجية أم بقرار عراقي من قبل الزيدي؟ الله أعلم. لكن هنالك دعم خارجي لصولة الفجر. الدعم الخارجي الدعم الدولي أنا أقصد، يعني حتى لا يقول أن هناك منظمات أو يعني منظمات إرهابية إلى آخره على غرار أو على لسان المدونين اللي حاليا جاي يقولون انه شفنا يمكن سلام عادل يقول انه هذه الحمله فيها بها رائحه من البعث. يعني ما اعرف انه هل علي الزيدي وحكومه علي الزيدي اصبحوا بعثيين. انا اشوف انه الاسماء المرتقبه اسماء جدا مهمه. صوله الفجر ستمتد وستكون حتى صوله الليل، مو فقط صوله الفجر. نعم. يعني اكو اختلاف راح يصير بين التوازن بين بغداد وواشنطن. نعم. باعتبار اكو نفوذ اقتصادي امريكي. يعني اكو اليوم علاقات امريكيه بين واشنطن وبغداد. العراق كان في دائره او كان بقطبين، اللي هو من ضمنها كان القطب الايراني. حاليا التوازنات على مستوى المنطقه اختلف، مو فقط على مستوى العراق. يعني الاداء القرار اللي كان يخرج من طهران الان يخرج من الرياض. هذا على مستوى المنطقة. القرار اللي كان بتشكيل الحكومة العراقية الذي كان يأتي بقصقوصة من طهران الآن يخرج بتغريدة من ترامب. فالتوازنات اختلفت بين بغداد وطهران وواشنطن. يعني هو انهاء النفوذ الايراني. شلون انتهى النفوذ الايراني؟ بالعلاقات العراقيه الامريكيه. العلاقات العراقيه الامريكيه بالاقتصاد اولا، بالسياسه ثانيا، بالقرارات اللي تخرج من واشنطن وتملا حقبه حكومه الزيدي، هو بحد ذاته هو نعم. تحجيم للقرار السياسي اللي يخرج من طهران. نعم.